طيب هذا أول يوم من استخدام التونر. شوف كيف شعري طاح. هذا أول يوم طبعا. أساسا شعري فيه تساقط. أوكي، عشان نشوف التونر يجيب نتيجة ولا لا. هذا أول يوم، راح أصور لكم مدة أسبوع كامل. أوكي، الآن ثالث يوم. شوفوا شي يعني مو كثير طايح. هذا اللي طاح بس تشوفون. هذا تقريبا من ثالث يوم. طيب هذا اليوم تقريبا السادس اوكي من استخدامي للتونر. شوفوا هذا التساقط، بس طبعا هذا بعد ما غسلت شعري. يعني مستوعبين انتم اوقات لما تغسلون شعركم يطيح كثير. هذا تقريبا حسبتها، ترى لازم تحسبون الشعرات على فكرة. قالي مرة الدكتور اذا طاحت اقل من 100 شعرة اقل من 100 هذا طبيعي. هذه حسبتها اصلا اقل من 50، تخيلوا. فمرة حلو التونر. شوفوا هذا بعد ما لميته، شوفوا مرة قليل ترى. شوفوا كيف مسكته، مرة قليل. هذا اليوم السادس. تشوفون اليوم بسوي تونر للشعر. راح اخذ مجموعتين من الروزميري مثل ما انتم شايفين اللي هو اكليل الجبل، وشوي ورق غار، وشوي كركديه، تقريبا 3 حبات كذا صغيرة، و10 حبات من القرنفل. القرنفل يكون كذا شكله. طيب بعدها احطها في قدر. اوكي، وبعدها اضيف لها كوبين موية تقريبا. ايوه كوبين موية. بعدها اخليه ياخذ كذا غلوة بسيطة. اول ما تطلع الفقاعات دي تشوفونها على طول قفلوا، لا تخلونها تطول. بعدها اخليه يبرد تقريبا 24 ساعة، يتنقع ويبرد وخلاص نضيفه للعلبة. الان تقريبا صار له 24 ساعة. طبعا انا خليته يبرد اول كذا، خليته 3 ساعات برا الثلاجة وبعدها حطيته بالثلاجة. الحين مرة بارد. راح افضيه بعلبة عادية حقت البخاخ. شوفوا هنا، عرفت الفتحة اللي هنا برضو هذه سكروها عشان ما في شي يطلع، لان هو اساسا اهم شي لما يتبخر ما تطلع الفوائد تبع شو اسم الاعشاب. هذا اهم شي. الان راح افضيه. شوف كيف لونه. يا الله ذكرني في الجلي، عرفتوا. طبعا هذه كمية كوبين. وبعدها راح اضيف في البخاخ حقي هذا. بسم الله. شوفوا امتلوا باقي شوية بس. هذا راح استخدم الان. وخلصنا البخاخ، وهذا اللون الجميل عشان الكركديه. طبعا فوائد الكركديه انه هذا اولا انه هو اساسا صبغة طبيعية، ثانيا انه حلو للقشرة يخففها، وبرضو للفروة الدهنية. انا اكثر شيء محمسني انه حلو للفروة الدهنية، وبرضو يعطي كثافة للشعر، كثافة. وبرضو انه حلو للتقصف، بس اذا كنت تبين تستخدمين لتقصف الشعر لازم تضيفين يعني تسوين ماسك كركديه وتضيفين مع اشياء. اذا حابين اسوي ماسك الكركديه اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وبرضه له فوائد كثيرة صراحة. تقريبا هو واكليل الجبل وورق الغار والقرنفل كلهم نفس الفوائد، اللهم بس القرنفل اللي هو يعقم شوي فروة الشعر، يعني هذه الروائح والاشياء دي، ويطول الشعر يعني بسرعة يطوله. الإكليل الجبل مثل ما تكلمت عنه قبل اللي هو ينبت الشعر. اوكي، بس يبغالي يعني شوفوا اي تونر تسوونه معروف، اي تونر تسوونه تبون يعني اهتمام لازم بالكثير يعني نقول عطوه 2 إلى 3 شهور عشان تبين النتيجة الواو. اذا تبون النتيجة نص ونص يعني نقول من اول اسبوع اسبوعين في بعضهم تبين. انا للأمانة التونر اللي قبل سويته بإكليل الجبل بان معي من أول أسبوع. وبس والله خلصنا الفيديو. أتمنى الفيديو يعجبكم. أتمنى ما تنسوا الاشتراك واللايك، وبليز اكتبوا لي كومنتات إذا سويتوا الخلطة، أو إذا عندكم أسئلة اكتبوا لي في الكومنتات وراح أرد عليكم بإذن الله. يلا أشوفكم في الفيديو الثاني. باي.